من أشهى الأطباق اللي ممكن تعملوها يوم الجمعة بعد الصلاة أو قبل الصلاة هو الكشك، وهي من الأكلات الشعبية اللي مشهورة عنا بسوريا. لتحضير الكشك رح نحط 4 معالق زيت زيتون بهي المعلقة، بصلتين حبة وسط مقطعتهم بهذا الحجم مع معلقتين ملح، ضيفهم على زيت الزيتون وبقليهم كتير منيح. بس ياخد البصل اللون هذا المحمر الزهري الفاتح، شايفين كيف؟ رح ضيف لترين مي بارد، لازم المي تكون باردة. رح ضيف بداية 5 معالق سكر اللي هو الكشك المعروف عنا ببلادنا، طبعا على البارد رح ضيفهم. بحط 3 اسنان توم مفرومين، بحركهم مع الكشك وبتركوا الكشك على العالي، على نار عالية لحتى يغلي. شايفين كيف لون المزيج؟ هيك. طبعا كل ما غلي نتركه بعد الغلي لمدة 10 أو ربع ساعة ليغلي تماما ليعقد معنا الكشك. بس يبدأ يغلي الكشك معنا بهالشكل رح ضيف معلقة صغيرة نعناع يابس وحركهم ووطي الغاز على النص. الكشك بعد ما غلي ربع ساعة رح ضيف هلا خبز يابس أنا منشفته قبل طبعا بكم يوم. تضيف الكمية اللي بتحبوها، بس هذا الكشك لازم يتاكل فورا من على النار على السفرة، يعني ما بينضاف الخبز اليابس إلا قبل ما بدنا نحطه على السفرة ونبدأ ناكله. وهيك صار الكشك جاهز معنا، شايفين كيف بده يكون وبيتاكل فورا. صحتين وألف هنا. هلا صار وقت ندوق الكشك. ديليشيس. صحتين.